عالسلامة لاباس صافا امورك في جبن كل حاجة باهية. عالسلامة يعني عالسلامة مرحبا، لاباس انه هل لا يوجد بك بأس؟ نعم لا يوجد بي بأس. صافا كلمة فرنسية. امورك في جبن انه امورك في الجبنة يعني مبسوط. هلا لحد هون كل شيء واضح ومفهوم وسهل وبسيط، لكن لما يدخلوا شوي هيك بالخضم الكلام بيصيروا مثل الاتراك. كيف الاتراك بيحكوا بسرعة ما بنفهم عليهم؟ نفس الشيء التوانسة. مثلا لو واحد شاف واحد بيتعرف عليه بده يساله مثلا انت وين بتدرس؟ ما بيقول له وين بتدرس وين بتتعلم، بقول له انت تقرا وين. هلا انت مو انت يعني بنت انت، لا هن عندهم انت يعني انا مذكر بس انت، فهمتوا انه مذكر انت مو انت انه وصلت يعني. فانت تقرا وين يعني انت تقرا وين، اين تقرا انت، اين تدرس. فهداك شو بردي عليه؟ بقول له ليه لا ليه مكسوره، ليه انا ما نقراش يعني هو ما بيقرا، مو يعني امي، لا مو ما بيقرا يعني امي، انا ما نقراش يعني ما بدرس. بقول له انا نخدم. هلا نخدم يعني خدامه بتشتغل خدامه نخدم؟ لا نخدم يعني بشتغل. فالخدمه باللغه التونسيه العمل، يعني في الخدمه في الشغل. بقول له مره بتحكي على جوزك وين خويا؟ لا في الخدمه. وين يعني في الخدمه وين يعني انه انا في الشغل وين يعني. تمام. فبيقول له تخدم وين خويا؟ انه وين بتشتغل؟ بقول له انا نديره في كرهبه، عندي كرهبه ونخدموا فيها بقى افهموها. عندي كرهبه ونخدموا عليها بقى. ايش هي بالله الكرهبه؟ كرهبه؟ الكرهبه هي السياره، تخيلوا الكرهبه هي السياره. فالزلمه الله يعطيه العافيه طلع عنده كرهبه وعم يشتغل عليها. هلا انا عندي بالبيت كرهبه مرسيدس، انتم شو كرهبتكم؟ يا شوفوا هالكرهبايه الحلوه، ما احلاها هالكرهبايه كثير حلوه. مثلا كانوا ماشيين وشافوا هيك شغله حلوه على الطريق وواحد مو منتبه عليها، بقول له خويا اغزر غادي فيسع اغزر يعني اغزر يعني انظر، مو انظر اغزر. غادي هنيك، فيسع هون بقى. هي بدها قاموس كامل. فيسع يعني بسرعه. شلون ما تسالوني انه فيسع بسرعه هيك خلص. فيسع بسرعه، اغزر غادي فيسع انه طلع هنيك بسرعه. فهداك بيطلع بسرعه ما بيلاقي شيء، بقول له ايش فما؟ ما فماش حتى شيء، انه شوفي ما في ولا اي شيء، ما فماش حتى شيء. المهم فاجى الزلمه بده يروح، فبيقول له لصاحبه انا باش نمشي نطيب لي ماكله بنينه في الكوجينه، يجي معايا. انا باش نمشي نطيب لي ماكله بنينه في الكوجينه. انا باش نمشي نطيب لي ماكله بنينه في الكوجينه. ندمك ماذا يعني هذا الشيء؟ انا باش نمشي بدي اروح نطيب لي اطبخ لي ماكله بنينه اكله طيبه في الكوجينه في المطبخ، بما معناه وبلا طول سيره يعني رايح على المطبخ اطبخ لي اكله طيبه تفضل معي. فهداك بيقول له وقتاش باش تمشي؟ يعني في اي وقت بدك تروح، امتى رايح؟ بيرد عليه وبيقول له تويكا. لا مو تويكس شوكولاته، لا تويكا يعني هلا. تويكا. فيلا بدك شيء مع السلامه. احلى ابو سطيف الملك، خاطركم مع السلامه. سلام الحجه والحجه والشباب طيب كلياتهم. باي باي مع السلامه. هلا كل شيء صار بكفي، كله بكفي باللهجه التونسيه الا كلمه وحده. ليش يا توانسه؟ ليش يا توانسه؟ ليش فهموني بس ليش بتقولوا على الشخص الاجنبي سوري؟ ليش اي واحد فرنجي بتشوفوه بتقولوا عليه سوري؟ بترضوا نحن بسوريا نشوف اذا واحد اجنبي نقول له هذا تونسي؟ ليش فهموني. موجوع قلبي والتعب ليا. واخيرا هل تعرفون ما معنى كلمه صوص او فروجه باللهجه التونسيه؟ الصوص والفروجه هم الفلوس. يعني نحن عندنا غنيه بتقول هالصيصان شو حلوين، هن عندهم هالفلسان قد بهين. والى هنا اصدقائي نكون قد انتهينا من درس اللهجه التونسيه، وهكا هو.